يقول لي مثلا أنا تعال مثلا ادخل لي أو اعمل شيء، أنا اليوم أقدر بكل بساطة أروح للمحكمة وأقول هذه إدارة نادي الزوراء هي إدارة غير قانونية وفق القانون الموجود، وهم جايين على لوائح واليوم متأخرين. آخذ قرار مثل ما أخذ به رياض عبد العباس وأخذوا بعض الأخوان أنه وممكن نسحب الإدارة من إدارة نادي الزوراء وتصير انتخابات وتصير فوضى. لكن اليوم النادي ماشي صح. إذن مصلحة النادي ماشي صح، والجمهور فرحان وممكن أنه يحقق نتيجة إيجابية. أنا مع هذا هاي الفرحة اللي ما نريد يعني نكسرها لجمهوره، ولا نريد نحبط معنويات اللاعبين واليوم الحالة النفسية اللي ماشية، ولا نريد نكسر بالإدارة. خليها في وقتها إن شاء الله إذا صارت الانتخابات.